بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر للتعليق على صمت الطابور الخامس في بلادنا على اكتشاف لقاح أو لقاح فيروس كورونا. طبعا أنتم عارفين أنه في الفترة الأخيرة مجموعة شركات في أمريكا وفي ألمانيا وفي دول كثيرة أعلنت عن تجربة لقاح لفيروس كورونا. هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 90-95%. بفضل الله تبارك وتعالى في مصر طبعا 100%. اللواء عبد العاطي كفتة ده قصة أخرى، لكن احنا بنتكلم على شركة فايزر وشركات أخرى التي أعلنت عن تجربة اللقاح بنسبة تزيد على 90%، وسيبدأ طرح هذا الموضوع قريبا. وبعيدا عن الجدل حول هذا الأمر، أنه فيه هناك أناس مثلا أنه فيه هناك من يقول لسه ما جربش أو كذا، أنا لا أتكلم في هذا الأمر. أنا أتكلم هنا الإعلان عن هذا الموضوع، لماذا لم يحتفل به هؤلاء الذين لا يتركون أي فرصة للطعن في الإسلام؟ خالد منتصر، إبراهيم عيسى، علي البخيتي و ليه؟ يعني إيه القصة؟ يعني أقول لكم أنا القصة والشاهد من الموضوع، وليه ما حصلتش الضجة الكبيرة اللي هم كانوا مستنيينها. في شهر فبراير وفي شهر مارس وفي شهر إبريل هتشوفوا دلوقتي تغريدات زي كده. كان علي البخيتي وخالد منتصر وإبراهيم عيسى وإسلام بحيري والناس دي بتحاول ان هي تستغل فيروس كورونا للطعن في الإسلام. يقولوا ايه بقى؟ يقولوا يا اخي انتوا بتدعوا على الكفار وهم بيعملوا لكم اللقاح لفيروس كورونا او اللقاح لفيروس كورونا. على فكرة انا سألت حد قبل هذا البث عن ضبط كلمة لقاح، فقال بالكسر وبالفتح، والاصح هي الفتح لقاح. المهم مش هنختلف يعني، عشان كده بقول او. فهذا الشخص علي البخيتي وزيه كثير، انا ما بس مثال واحد، كانوا مشغولين بالطعن في الإسلام، إنه الناس دي دلوقتي بيعملوا لكم هذا اللقاح، وتوقفوا عن الدعاء على الكفار زي ما هذا بيقول الموسوي، وكلام كتير. يعني احنا مستنيين الدواء حتى نعود للدعوة على الكفار بالموت والكلام ده كله. اخواني الكرام، هؤلاء دائما في كل المناسبات يأخذون هذه الموضوعات للطعن في الإسلام، وعندما تأتي مثل هذه الأشياء اللي هنتكلم عنها، وهي أنه هذا اللقاح ابتكر بواسطة علماء من المسلمين، وده سر عدم احتفال هؤلاء بهذا اللقاح. هذا باختصار شديد جدا. في مذيعة أمريكية اسمها جوي ريد فجرت مفاجأة في لقاء تلفزيوني أو في البودكاست، اتكلمت عن هذا الموضوع وكانت توجه لترامب بكلمات قوية جدا. تعالوا نشوف ماذا قالت هذه المذيعة الأمريكية. Yeah, well, Congresswoman, he'd have to thank a Muslim or three, right? Because the guy who he tapped to head Operation Warp Speed is of Moroccan descent. بالمناسبة هي تتحدث هنا عن هذا الرجل، هذا اسمه منصف، وهذا عالم مغربي أو من أصول مغربية عينه ترامب لتطوير لقاح فيروس كورونا. فهي تتكلم هنا وتقول يجب على ترامب أن يشكر المسلمين لأنهم طوروا هذا اللقاح، وكان من ضمن هؤلاء الرجل الذي عينه في هذه المهمة. نكمل. There are two Turkish immigrants, a husband and wife, who are the head of Pfizer's, effort to try to create a vaccine. It is ironic to me that this. طيب، هي تتحدث هنا عن هذا الرجل اللي اسمه أغور شاهين، وهذا طبعا مش لوحده، هو وزوجته كان يعملان في شركة فايزر لإنتاج هذا اللقاح. باختصار شديد، هذا هو السر الرئيسي في عدم احتفال هؤلاء بهذا الابتكار. يعني ابتكار كبير، حدث عالمي، واللي ماسك الإعلام في البلاد العربية مين؟ هؤلاء. لماذا لم تحدث ضجة كبيرة؟ عارفين كانوا هيقولوا ايه؟ وانتصر العلم على الإسلام، وانتصر مش عارف ايه على الإسلام، وكأن الإسلام ده مثلا شخص اعتبار، يعني شخص كده زينا كده هو اللي هيخترع هذا اللقاح. وعلى فكرة عندي لكم كلام بخصوص هذا الموضوع. الناس دي عندهم سمة أساسية، الطعن في الإسلام ولوم الإسلام على كل شيء، في حين أنه البلاد العربية لا تحكم بالإسلام، ولا يوجهون سهام النقد للحكام اللي هم سبب تخلف البلاد. يعني هو بيلومك على عدم إنتاج هذا اللقاح. طيب هو أنا أعمل إيه يعني؟
هو أنا اللي ماسك البحث العلمي؟ هو أنا اللي ماسك ميزانية البلد؟ هو أنا اللي مهمتي اختراع هذا اللقاح، ولا مهمة الجامعات والمؤسسات الحكومية اللي بتوفر المليارات عشان تعمل هذا الكلام، زي ما عملت أمريكا وزي ما عملت ألمانيا وبريطانيا وهكذا؟ فهم يوجهون اللوم للإسلام وكأنه شخص كده، بشر عادي كده، هينزل وهيعمل اللقاح بالنيابة عن المسلمين، وكأنه الموضوع لا يحتاج إلى إمكانات وبحث علمي ومراكز وكمان إرادة وحرية مش موجودة عندنا في بلادنا الإسلامية، اللي هم طبعا دايما زي ما قلت لكم بيتكلموا عليها وكأنه البلاد هذه تحكم بالإسلام وبالشريعة الإسلامية. وهذا هو السبب الرئيسي لعدم احتفال هؤلاء بهذا اللقاح، لأنه هيكون نقطة سوداء. المهم تختم هذه المذيعة الكلام بقولها، خلونا نشوف. Effort to try to create a vaccine. It is ironic to me that this president started off with his first act being to try to ban Muslims from traveling to this country. And here he is, and here we are relying on Muslim geniuses. الله الله الله، والله كلام خطير جدا. يا سلام على هذا الكلام. تقول هي مستغربة جدا ومندهشة من انه في ناس اخترعوا هذا اللقاح لنا ونعتمد عليهم الآن، ونعتمد عليهم الآن في هذا الموضوع، وهم عباقرة المسلمين، في حين أن الرئيس ترامب بدأ المدة الرئاسية بمنع المسلمين من دخول البلاد. شفت الكلام ده؟ الكلام ده طبعا كالصاعقة على رؤوس الطابور الخامس في بلادنا. هذا الكلام هو السر الرئيسي لعدم حديث هؤلاء حول هذا اللقاح. هؤلاء يا أخواني الكرام هم الذين حذر منهم الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين. وسنختم هذا الفيديو بهذه الآيات الكريمة من سورة المنافقين. To try to save our lives. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثواني يا جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. السلام عليكم. الأخ اللي لسه داخل وبيسأل ما هي الحكاية باختصار أخي الكريم، إنه لما فيروس كورونا زي ما أنت عارف انتشر في كل البلاد، استغل هؤلاء أمثال علي البخيتي وخالد منتصر والطابور الخامس بنسميه العلمانيين الليبراليين المرتدين المنافقين، سميهم زي ما تشاء. هؤلاء استغلوا هذا الأمر وبدأوا في الطعن في الإسلام، وبدأوا يتحدثون عن الآن الغرب يبتكر لقاح كورونا وأنتم تجلسون للدعاء عليهم وهذا الكلام. فلما خرج هذا اللقاح مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي أوروبا، فوجئ هؤلاء بأن من اخترعوا هذا اللقاح هم من علماء المسلمين. ففي مذيعة أمريكية خرجت تشكر المسلمين وتدعو ترامب لشكر المسلمين على هذا الأمر بعد أن كان ترامب يمنع المسلمين من السفر إلى هناك. وسكت هؤلاء وصمت هؤلاء عن هذا الاختراع الذي سينقذ البشرية حسب الإعلام الأمريكي. لسه لحد الآن لم يجرب بالمناسبة. أنا بس بقول أنه حدث كبير جدا لم يحتفي ولم يحتفل به هؤلاء كعادتهم في احتفالهم بأي شيء ضد الإسلام والمسلمين. علي البخيتي على فكرة هذا هو يمني، وأهل اليمن الكرام طبعا براء من أمثال هذا الشخص. هذا الشخص
هاجر إلى بريطانيا ويعيش الآن في بريطانيا. إيه اللي قدمه للبشرية؟ هل اخترع شيء؟ خالد منتصر طبيب، هل اخترع شيئا؟ اللي يقال عن علي البخيتي فقط اخترع اللي هو عسل الملكة، جاب الفياجرا وخلطها مع العسل وبيوزعها على انها منشطات جنسية. هو ده شغلته الآن، يصور نفسه هو ماسك قارورة خمر، بيسلم على واحدة، بيحضن. هذا هو الشغل الشاغل له. خرج من هذه البلاد، لم يذهب إلى الغرب ليبتكر ويصنع ويفعل، لا، ذهب إلى الغرب وارتد عن الإسلام وصار ملحدا، في حين أن هناك من هاجر إلى الغرب وبقي على الإسلام وهو الآن يبتكر ويصنع ويطور. والإسلام في كل التاريخ لا يوجد فيه ما يمنع من هذا الأمر، لكن هؤلاء يدلسون على أنه يعني الإسلام هو سبب عدم التقدم، وهذا كذب. لماذا؟ لأنه البلاد الإسلامية، طبعا الإسلامية هذا مفهوم بعدد السكان أو بالناس اللي ساكنين في هذه البلدان، وإلا فهي ليست بلاد إسلامية بالمفهوم الشرعي إنها يعلوها الشريعة وكذا. لكن هذه البلاد يا أخواني تحكم بماذا؟ بالفاشية والعلمانية والديكتاتورية، وما فيش حرية للدين ولا حرية للعلم ولا أي شيء ولا دعم للبحث العلمي. ولذلك هؤلاء لا يهاجمون الحكام ويهاجمون الإسلام، لأن هؤلاء عندهم يعني خبيثة موجودة عندهم. والحمد لله سبحانه وتعالى إنه دائما هؤلاء سبحان الله يخزيهم الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أن هؤلاء أخزاهم الله سبحانه وتعالى، أخزاهم وأعز الإسلام بهذا الموضوع. لأنه لو كان اللي ابتكر هذا اللقاح واحد ملحد أو واحد من أي خلفية من اللي هم بيحبوها، لخرجوا واحتفلوا وانتصر العلم على الإسلام ومش عارف إيه، كنت تشوفوا طبعا منشتات كبيرة. هذا باختصار شديد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. احذروا إخواني من هؤلاء، الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. السلام عليكم. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.